من الشرف مفيش. توفيق الدقن مصري أصيل، اتولد في المنوفية في 3 مايو 1923. كان والده أزهري ومتدين، ولأنه ما كانش هيوافق إنه يشتغل في الفن، اشتغل الدقن موظف في السكة الحديد الصبح، وبالليل كان بيدرس في معهد فنون مسرحية. بس والدته كانت تعرف وكانت بتساعده. من مؤسسي فن القلش بلغة النهاردة. كان عنده قدرة إبداعية إنه يدخل ردود وجمل في سياق الدور، خلته يظهر قوي ويسيب أثر مع أي حد بيشوف. الو يا مجلس، انا عبده دانسي يا العلبة دي فيها فيل. صلاة النبي احسن. الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومال؟ اشتهر بأدوار الشر في معظم مشواره بسبب عمله أفلام أكشن كتير مع فريد شوقي رغم طيبته في الحقيقة، بس لأنه موهوب قدر يتقمص تأدية الأدوار الشقية والشريرة ويقنعنا بيها جدا. فنجح في أدوار الحرامي والبلطجي والخمرجي وعضو العصابات. يا جماعة الراجل قلبه علينا وبيفكر لصالحنا، لازم نقتل الخواجة ومراته عشان لما البوليس يحقق في السرقة ما حدش من الاتنين يحط منطق. ايوه دانس، ايه الاخبار؟ الحلو اشتغل في كباريه عروسة البحر لافتتاح الليلة يا ولأن موهبته وتمكنه كانوا طبيعيين، شارك في فيلم فجر الإسلام حتى من قبل تخرجه من معهد الفنون المسرحية. بعد ما اتخرج عمل فرقة هو وعظماء عبد المنعم مدبولي وزكريا سليمان وسعد أردش والتطاوي، سموها فرقة المسرح الحر، وعملوا مجموعة مسرحيات ناجحة، والعامل المشترك فيهم إن الدقن كان هو البطل. ومن هنا بدأ يلمع نجمه وشهرته. بدون القهر اسماعيل ثابت مفصل نمضي، ما نمضيش ليه؟ البالانس فليكسلانس. وعبد الحليم حافظ يرقص في الفرح حلاوة امك. في مرة وهو بيصور فيلم المخادعون، المخرج طلب منه في مشهد إنه يتضرب من زميله حسن حامد، وبشقاوة الدقن ودمه الخفيف رد وقال: فريد شوقي يضربني مفيش مانع، محمود المليجي زي بعضه، رشدي أباظة لا بأس به، يا ما ضربوني، وخصوصا رشدي أبو إيد تقيلة ده، لكن حسن حامد صعب قوي. في فترة كده رغم التنافس الشديد بين توفيق الدقن ومحمود المليجي وفريد شوقي وستيفان روستي في أدوار الأكشن، إلا إنهم كانوا صحاب جدا وفضلوا من أقرب الأصدقاء لحد ما كبروا. تتقابلوا على أرض محايدة وبدون جمهور، سويسرا. توفيق الدقن حب واتجوز مرة واحدة، وكان بيحب زوجته السيدة نوال الرخاوي، وفضلوا جنب بعض لحد ما سابنا يوم 26 فبراير عام 1988 عن عمر يناهز 65 عام. سنين كتير فاتت دلوقتي، ما نقدرش نقول في ممثل جه بعبقرية الدقن نجح في جميع الأدوار وساب بصمة لا تنسى.